تفتكروا دي آخر قهوة هنشربها في الفطار قبل رمضان؟ كل سنة وانتم طيبين. أنا مش محضرة أي كلام النهاردة عشان أقوله، أنا هقول كلام من القلب يمكن يدخل القلب. عارفين فنجان القهوة اللي احنا بنعمله وبنشربه واحنا مستعجلين وعايزين كل حاجة تتعمل بسرعة، اللي بنشربه واحنا شغالين واللي بنشربه واحنا عينينا على الموبايل. طب ما تيجوا نجرب كده نشرب فنجان القهوة الجميل ده مع الناس اللي احنا بنحبهم، نجرب نديهم وقت. ما تيجوا من الآخر كده نخلي رمضان السنة دي مختلف، يبقى شهر عبادة مش عادة، يبقى كل حاجة فيها هنعملها تبقى طالعة من القلب. لما نيجي نقول لبعض كل سنة وانتم طيبين، نقول لبعض عشان احنا بنحب بعض مش عشان احنا لازم نعمل كده. تعالوا نصفي أي حاجة قديمة مع أي حد، تعالوا نفتح صفحة جديدة. ده رمضان الشهر اللي بيجمعنا، رمضان شهر لازم نستغله في كل حاجة، نصلح العلاقات، تصلحي علاقتك بجوزك وانت تصلح علاقتك بمراتك. تخلوا في حاجة فعلا مختلفة، الصلاة تبقى طالعة من القلب، قراية القرآن تبقى برضو جاية من القلب. كل الحاجات دي سهلة أوي إن احنا نعملها لو اتعاملنا إن رمضان مش عادة، مش إن احنا بنصوم الكام ساعة وخلاص على كده وبنفطر ولا. صفّوا كل حاجة، بلاش الخناقات اللي بتبقى وقت المغرب، سواء الست اللي بتتخانق إن ما حدش بيساعدها على الفطار، والراجل إزاي السفرة ما اتحضّرتش لحد دلوقتي وفاضل 5 دقايق على المغرب. بالراحة، بالراحة، عشان كل ما بقيتوا بتتعاملوا بشويش، كل ما الدنيا بقت أسهل وأحلى وكل حاجة. مش هاطوّل عليكم، كل سنة وأنتم طيبين. كل اللي عايزة أقوله لكم، عايزين نتعامل مع رمضان إن هو شهر عبادة مش عادة.